اذا مازال ما تعرفيش الشاباتي تونسي نقول لك راكي بزاف مراضيه. هذا الوصفه البنينه لازم تتعلميها معايا اليوم. بسم الله نبداو. هنايا في لاكيف تاع البيتران حطيت كيلو سميد، كيلو فرينه، مغرف كبيره سكر، مغرف كبيره خميره الخبز، فنجان حليب وفنجان خليط بين زيت الزيتون والزيت العاديه، حبه حلاوه والسانوج ومغرف صغيره تاع الملح. نخلط المكونات كامله مع بعض، بعدها نبدا نطم العجينه تاعي بالماء يكون دافي حتى نتحصل على العجينه تكون طريه بهذا القوام. نعجنوها حوالي 10 دقائق باليد ولا بالبيتران حتى نتحصل على هذا القوام. نغلفها ونخليها ترتاح حتى يتضاعف حجمها حوالي ساعة. بعدها نديغازيها وبالاستعانة بشوية تاع الزيت نقطع العجينة تاعي إلى كرات يكونوا متوسطين الحجم بهذا الشكل. يعني والشكل تقدروا تكبروا كما تقدروا تصغروا حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي. بعدها نجو نفتحوا العجينة الأولى ولا الكرة الأولى اللي خدمناها، نديروا شوية تاع الزيت هكذا باش ما تلصقناش ونفتحوها بهذا السمك وندوها نطيبوها في مقلاة على نار متوسطة مدهونة بكمية قليلة تاع الزيت. هكذا غير شوفوها دارت هذه الفقاعات نقلبوها وندهنوها بكمية قليلة تاع الزيت ونعاودوا نقلبوها مرة أخرى وندهنوها مرة أخرى بالزيت هكذا ونبقاو نقلبوا فيها مرة على مرة حتى تحمر وتعطينا هذه النتيجة. من جهة أخرى نجو نخدموا الحميص. هنا في مقلاة درت شوية تاع الزيت، زوج حبات طوماطيش اللي كنت رابيتهم، سنين تاع الثوم، فلفلة وباذنجان اللي كنت شويتهم على النار وقطعتهم إلى مربعات صغيرة ونديهم فوق النار حتى تنشف لنا كامل هذاك الماء اللي فيهم. بعدها ضفت الملح، زيت الزيتون ومغرف كبيره تاع الخل. وهنا نجو نوجدوا الاومليت اللي فيها البيض مع دنوس بصل كنت قطعته الى مربعات صغيره، فلفل اسود والملح، نخلطهم كامل مع بعض ونقلوهم في مقله تكون صغيره على حساب حجم خبز الشاباتي تاعنا. وبعد ما طيبت كامل كميه الخبز اللي عندي، هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. شوفوا جا ما شاء الله محمر من الجهتين وجا بزاف بزاف خفيف. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه. وهنايا نعمرو كيف كيف الشاباتي تاعنا. نفتحوا الخبيزات تاعنا بهذه الطريقه، نديروا مغرف صغيره تاع الهريسه. كما نعرفوا الشاباتي لازم يكون حار. ونضيفوا مغرف كبيره جبن طاري ولا تقدروا تستعملوا مثلثات. نديروا الاومليت اللي كنا قليناها من قبل ونضيفوا الطون. وفي الجهه الاخرى نديروا سلطه مشويه ولا الحميص بهذه الطريقه. وانتم تحصلتوا على ابن شاباتي تونسي بوصفه تقليديه اصليه، وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. شوفوا جا رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، واذا جربتوها كما العاده خلوا لي رايكم في التعليقات. سلام.